كوباية القهوة اتدلقت، بس انا ما عنديش اي مشكلة. جبت الفوطة العامة من جرين واي، حجمها كبير ويعني هتسهل عليا الدنيا خالص. الفوطة لسه ناشفة، ما عملتش بيها كانت اي حاجة لسه، مسحت بيها بس مبدئيا كده الحاجات اللي على الحيطة. وبعد كده ابتديت ان انا اخليها تمتص القهوة اللي اتكبت، عشان اعرف الم الازاز ما يبقاش الدنيا متبهدلة يعني. الفوطة ما شاء الله امتصت القهوة بسهولة خالص، وبتنضف يعني، مفيش بقى، ما بتنقلش من حتة لحتة، لا هي بتمتص الحاجة جواها، واقدر ان انا انضف بعد كده. انا يعني كل ده بستخدم الفوطة ناشفة. لميت الحاجات اللي اتكبت كلها السوائل، وبعد كده هبتدي انضف بقى. مخدتش مني 5 دقايق بالظبط. طبعا في العادي لو ما عنديش فوط جرين واي كانت هتبقى مشكلة، بقعد اجيب بقى طبق ومية وامسح واعصر واعمل خالص، ولا اي حاجة. هي كوباية كبت ولا اي مشكلة. دلوقتي كنست الازاز عشان ما يعورنيش، وغسلت الفوطة من القهوة بالمية بس، ما احتاجتش ان انا اغسلها بصابون ولا حاجة. وهبتدي بقى انضف كويس، اعيد على اللي انا عملته. هدلق بس شوية مية كده عشان اثر القهوة ما يبقاش عامل تلبيك او حاجة على السيراميك ولا على الحيطة. خلاص كده خلصت، نطفت بكل سهولة. الفوطة العامة دي ممتازة جدا في التنظيف، في التلميع، مسح تراب، مسح ازاز، زي ما انتوا شايفين كده في اي موقف زي دوت، بدل فوطة الامتصاص. هي فوطة متينة ومحترمة وبتنفع لكل حاجة، وسعرها مناسب جدا، وبتنقذ في المواقف الصعبة. تنفع لكل حاجة، بس طبعا لما هنستخدمها لكل حاجة وتستهلك، فاحنا بنخليها للمواقف الصعبة. يعني لو مفيش جنبي فوطة امتصاص او اي فوطة، هي ممكن تسد مكان الفوطة دي على ما ايه الاقيها. اهو بصوا بتمتص المية ازاي، مفيش يعني محتاجتش ان أنا اجيب طبق ولا اي حاجة، كوباية مية بس دلقتها عشان امسح مكان القهوة، وهي عملت كل حاجة. اعصرها، وده المنظر بعد ما نضفت. ما خدتش مني 5 دقايق بالظبط. شكرا جرين واي، الفوطة العامة ممتازة لكل الاستخدامات.